مشاهدينا، الأمن المغربي يعتقل مصورين ويمنع الصحفيين من مغادرة ملعب مراكش. تضاف إلى اعتقال أيضا واحد من المناصرين. طيب كمل تفضل. يبدو بأن هناك دوا دينونسي هذه ما تسكتوش عليها حتى. هذو الجزائريين راهم ميسيون سي دي جورناليست. عيب وعار عليكم يا الحكومه المغربيه واش راكم ديروا على خلفيه استفزاز من واش حكيم واش ياكلونا. حنا رانا نتكلموا الرياضه حكيم وما توشيناش الشعب المغربي، ما توشيناش المؤسسات نتاعو. حنا تكلمنا رياضيا وما زلنا نتكلموا رياضيا. دونك انايا ولا حبيتوا ديو لا كوب دافريك ديوها رياضيين سيدي والله غير نصفقوا لكم. مي باش تعتقلوا لنا الصحفيين هذا الشيء غير مقبول، هذا الشيء ناكسبتيب. وواحد ما يخوف الجزائريين حكيمه كي يكونوا اليترونجي اون ميسيون ما نخافوا غير مربي، فهمتني. دونك هذه الاستفزازات ولي بروفوكاسيون هذو تاعهم سي با خلاص. حنا خلينا لكم المنافسه كلها. حنا ندخلوا الجزائر نعاودوا نخدموا. حنا شغل نطيحوا بصح ما نتكسروش. طيب Ils parlent trop les Algériens, on a l'habitude. Ils parlent trop. On voit les Fimbou, ils vont sortir. Il y a pas d'inquiétude. Et nous, on va gagner. Pas de pronostic, on va gagner. Ils vont sortir, c'est ça le pronostic. أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم علي نيوز تيفي. الحلقة ديال اليوم خوتي خواتاتي غادي نخصوها لإقصائيات كأس إفريقيا، وخصوصا الإقصاء المدل للنخبة الجزائرية بعد ما استهزئوا بمنتخب الكونغو، وبعد ما أن اللاعب الجزائري عمورة يعني سخر من رمز باتريس لومومبا في المدرجات. كيجيه الرد سريعا من اللاعب النيجيري بعد ما سجل الهدف ديال الفوز، يعني كلاشاه او سخر منه كذلك بإشارة باتريس لومومبا وكيرد له الصاعين. في هذه المقابلة عرفت واحد سيطرة مطلقة للنخبة النيجيرية، في حيث أن المنتخب الجزائري لم يقوى على مجاراة الإيقاع الكبير ديال المنتخب النيجيري. لكن كتعرفوا حاضرة وزريبة الجزائر لم يستصيغوا الهزيمة، فصب الجمهور جم غضبه على المملكة المغربية بالرمي بالقنينات والفوضى عارمة في الملعب الكبير بمراكش. كذلك صحافة الصرف الصحي دارت واحد الفوضى كبيرة، وعلى حسب التسريبات وعندي شهادات على أن شهادات من إحدى الصحف أو من إحدى الإعلاميين المغاربة اللي أكدوا قال على أن السبب كان هو تهافت ديال الوفد ديال الصحافة الجزائرية على واحد الكيس ديال دانون ومبسرات ديال الحليب، وداروا واحد الفوضى عارمة. الشيء اللي جعلهم أنهم يتلافتوا المغاربه وقالوا لهم انتم كتصورونا وحنا كنتخاطفوا على هذا دانون، وبالتالي ناضت واحد الفوضى اللي فوضى عارمه امام اعين الجميع من صحفيين نيجيريين واجانب. خوتي خواتي، فكانت هناك ردود فعل من الاعلام الجزائري متناقضه ما بين من علق شماعة الإقصاء والفشل على التحكيم، وقالوا على أن المغرب كيدير الكولاسة باش الجزائر ما تدوش. وهنا كنجاوبهم وكنطرح عليهم السؤال: إلا كنا واش غنديروا الكولاسة باش تدوز تأهل نيجيريا اللي هي فريق قوي جدا، أو لا كنا غنديروا الكولاسة باش تدوزوا نتوما اللي نتوما فريق ضعيف ونربحوكم بسهولة؟ فيعني الغباء ديال النظام الجزائر وحاضرة النظام، هذه التربية ديال نظام العسكر اللي تربوا على الحقد والبغض والكراهية ومجموعة من المسائل اللي في حقيقة تجاوزها الزمن. كذلك خوتي خواتاتي كاينين بعض العقلاء من النظام الجزائري من كإعلاميين عقلاء اللي أقروا
على ان المنتخب ديالهم كان ضعيف. ولكن كنا تبعنا اللقاء، فالمنتخب النيجيري صال وجال في عرض الملعب، والمنتخب الجزائري لم يقوى على مجاراة الايقاع ديال المنتخب النيجيري، وفرض واحد السيطره قويه اللي خلات المنتخب الجزائري لم يقوى على مجاراته. خوتي خواتاتي، مجموعه من المحطات ديال الاعلام الجزائري ومجموعه من الطرائف اللي غتشوفوا في هذا الفيديو. بقاو معنا حتى الاخر، ولا عجبكم المحتوى ديالنا ما تبخلوش علينا بالاشتراك والاعجاب، وكذلك تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المتتبعين. شكر موصول لكل من يدعم هذه القناه. لا يختلف اثنان على أن القرارات التحكيمية في المباراة ساهمت في خسارة المنتخب الجزائري في مواجهة لونتها البطاقة الصفراء، ولعب فيها التحكيم دورا كبيرا في تحييد المباراة عن مسارها الرياضي. إذن المنتخب الجزائري يخرج من سباق الكان بعد الخسارة أمام منتخب نيجيريا في مباراة لعب فيها التحكيم دورا كبيرا في تغيير مجريات المباراة. كيف تابعت هذا اللقاء وما هي أبرز الملاحظات التي سجلتها؟ المباراة اليوم الحكم لعب دور كبير فيها، بدا من الدقيقة السادسة اللي منح أول كارتون جون. هذا بدا يوريك انه لو تتحرك نزيد نعطيك اكثر. كانت فيه ضربة جزاء ولا تذكروها في الشوط الاول. كل هذه الاشياء هذه اللي ما تعلمش عليها وما تتبعش، ما تعطيش حق للفريق، طبعا تبين باللي راك راح تخسر هذا الفريق هذا. واللاعبين دخلوا تقريبا شويه في لعبه الحكم وخرجنا شويه من المباراه. انا نقول الاثنين خيارات لم تكن موفقه في البدايه. احنا تقريبا كل الحصات اللي عملناهم تكلمنا على هذا الشيء. تلعب مع فرق قويه خاصه يعني من الناحيه البدنيه والتكتيكيه والتقنيه. اليوم كذلك لازم لك يعني محطات اللي تلعب عليهم، وكاين ثاني الشوا دي جوار لازم يكون توافق. انت تحط مازا مع عموره، الكل يدافع، ما كاش لاعب تتكى عليه باش تجي من بعيد. يعني كل هذه الاشياء. وكذلك زيد لك حاجه، انه نقولوش ان المنتخب النيجيري فقط هو اللي كان قوي. اليوم المنتخب النيجيري ارتقى للمستوى اللازم في ربع نهائي. احنا نزلنا، هذا هو المشكل. احنا ما قدمناش المستوى، نصف المستوى تاع المباراة. يعني لا في الأداء الجماعي، لا في الأداء الفردي، لا من الناحية القتالية. يعني لديال يعني في داخل فرد واحد ضد واحد. كل هذه الأشياء يخلوك أنك يعني تخسر المعركة فرديا وثم جماعيا. اليوم هي كل مقابلة عندها خاصياتها وعندها التكتيك تاعها للمقابلة. اليوم تكلمنا من قبل وتكلمنا بلي المنتخب هذا قوي، منتخب اللي عنده فنيات لعب به. اليوم انا نشوف بلي الطريقه اللي دخلنا بها ولا اللاعبين اللي دخلنا، التشكيله اللي دخلنا بها هي ما كانتش الاحسن. انا نظن بلي اليوم لو كان ضغطنا من الاول على المنتخب هذا، بونجاح اللي تكلمنا هو عنده طاقه وعنده القوه اللي يقدر يتعامل مع لاعبين بقوه كيما هادو المدافعين تاع نيجيريا. شوف اللي خلينا لهم، عطينا لهم هذيك الفرصه باش خذاو الثقه هذيك ودخلوا في المباراة. بعد ما تنساش باللي التحكيم ياثر. هو مد بطاقات اللي خلى بعض اللاعبين يخافوا، وبعض اللاعبين اللي كان عندهم بطاقات كانوا بالك يخمم على البطاقه الثانيه اللي بالك ما تخليش. وكان تاهل دورة نصف النهائي خلى بعض اللاعبين اللي ولاو ما يدخلوش في لي كونتاكت هذوك. هذه اللي خلات المنتخب ديالنا تراجع شويه. من بعد كاين ضربة جزاء، كاين بعض البطاقات الصفراء اللي كانت تقدر تروح للفار، ترى تقدر تروح حتى البطاقه حمراء. بعض اللاعب ظاهر ايسر اللي ضرب حاج موسى وكان راح ما مخالفه ولا كارطون. هنا اكيد اللاعبين ومن بعد شفنا واش صار من بعد المقابله. هادو عوامل كي تكون لاعب داخل
المستطيل الاخضر هادو ياثروا عليك اكيد. نفسيا ضربه الجزاء هذه ما نولوش حنا نقولوا نبكيو، مي كي تكون عندك ضربه جزاء وبلافار والحكم ما يستدعيش حكم الفار باش يشوف، هنا علامه استفهام. نعرف جيدا من كان في غرفه الفار. هذه خلت المنتخب، واليوم شفنا المدرب اللي نعرفوه هو مدرب كهادئ، شفناه اليوم منفعل، ماشي مره ماشي اثنين، هو مع المدرب مع الحكم الرابع والحكم ما من الحاكم الرئيسي. انا نشوف باللي اليوم المنتخب ادى اللي عليه في هذا المشوار، نقولوا له برافو. هذه افريقيا ولات كاس افريقيا، هذه ولات عار على كره القدم. انا نقول عار باسكو يضحكوا علينا قارات اخرى. اليوم شفنا واش هذه المقابلات اللي قبل، اليوم شفنا مهزله اخرى. انا نقول المنتخب الوطني ادى مشوار لا باس به. اليوم طحنا ضد منتخب قوي اللي فطن. انا نقول لك بعد المشكل اللي صرا في المقابله اللي فاتت، اليوم شفنا منتخب منسجم، اللي شفنا اوسيمان من الدقيقه الاولى حتى الاخيره هو يدافع ويهاجم. مساء الخير. لا أعرف في النهاية إن كنت سأقول الحقيقة أو لا. أهنئ أولا نيجيريا على تأهلهم المستحق إلى نصف النهائي، لقد كانوا أفضل منا. لم ندخل المواجهة جيدا، خاصة في نصف الساعة الأول. المنافس سيطر علينا وحاولنا العودة، لكن الأمور كانت معقدة. حاولنا الصمود في وجههم. في الشوط الثاني صعدنا قليلا، ولم يكن بمقدور نيجيريا أن تكمل اللقاء بنفس الرتم. على كل نشكر اللاعبين على هذا الوجه والمشوار المشرف.